السلام عليكم أصدقائي بأحلى ألوان الورد، أحييكم وبكل الحب والاحترام والتقدير ألتقيكم في لقاء جديد ومتجدد بالحب دائما. وموضوعنا لهذا اليوم موضوع طبعا نحب أن نسلط الضوء عليه، موضوع كلش مهم، ألا وهو الإعلام. والإعلام الدرجة الأولى هو مهم في حياة كل مواطن. طبعا احنا التلفزيون انطيناه حقه، بس نريد نقول الراديو وين؟ إعلام الراديو القديم وين؟ إذاعة صوت الشباب وين؟ إذاعة جمهورية العراق من بغداد وين؟ إذاعة صوت الجماهير وين؟ إعلامها القديم وين راح؟ نتمنى مثل هكذا أشخاص اللي ينشرون واللي يعيدون ذكريات الماضي القديم إنه يعيدون الراديو وبرامجه القديمة وإعلامه القديم اللي بقت بذاكرتنا ذاك يوم وهذا يوم، وما ننسى ذكريات الراديو. هذا ما نتمناه طبعا. أصدقائي أريد أتذكر إحنا وأنتو البرامج اللي كانت تعرض في الراديو على إذاعة جمهورية العراق من بغداد، وإذاعة صوت الجماهير من بغداد، وإذاعة صوت الشباب من دار السلام. طبعا أهم البرامج اللي كانت على إذاعة جمهورية العراق من بغداد برنامج دنيا الأسرة، وبرنامج استوديو 10، وأيضا برنامج طلبات الأغاني، وبرنامج عالم الأطفال، وبرنامج نادي الإذاعة، وغيرها من البرامج التي كانت تقدم على إذاعة بغداد. برامج إذاعة صوت الشباب من دار السلام كان برنامج معكم على الهواء، وأيضا برنامج ألوان، وكان هناك برنامج اسمه برنامج أهلا وسهلا، وأيضا برنامج دنيا الأبراج، وبرنامج ماذا تفعل لو، وأيضا برنامج بورصة الأغاني، وبرنامج مساء الخير مساء الهنا، وأيضا برنامج سوالف ليل، وبرنامج شوق القصايد، وبرنامج أفراح وتهاني، وبرنامج ليل وسهر، وأيضا غيرها من البرامج. وأيضا على إذاعة صوت الجماهير من بغداد كان برنامج وعنوانه برنامج أكثر من ساعة، وأيضا برنامج استوديو الجماهير، وبالتأكيد غيرها من البرامج. طبعا على إذاعة صوت الجماهير كانت تقدم حتى المسلسلات العراقية وغيرها من البرامج، وأيضا حتى على إذاعة بغداد أيضا.